السلام عليكم. فاجعة أليمة تلك التي عاشها سكان المجمع السكني حي الريجنسي بوهران صبيحة الجمعة الماضية بعد اكتشاف حريق داخل هيكل سيارة. وبعد وصول سيارات المطافئ تبين أن المركبة كان بداخلها شابان في العقد الثاني من عمرهما تفحما بشكل كلي. التحقيقات الأولية بيّنت أن الأمر يتعلق بحارسي حظيرة لركن السيارات متواجد أسفل العمارات. كان قد لجأ إلى تلك السيارة المهملة بحثا عن الدفء، فأشعل النار داخل دلو حديدي للاطلاع طيلة الليل، فكانت النتيجة صادمة: اختناق متبوع بحريق داخل المركبة، ولد حالة من الحزن والهلع في نفوس السكان.